بصوا بقى، ضحكت عليهم النهارده وغديتهم ايه، سندوتشات فول وطعميه، بس والله العظيم زي ما قال الكتاب بالظبط، زي المحلات بالظبط. بصوا مع البصل الاخضر بقى السندوتشات والمخلل، اكله رجعتني ايام زمان والله. بصوا الجمال، وعملتها نظيفه في البيت وكل حاجه من غير بره ولا اي حاجه. تعالوا بقى نشوف عملت ايه. حطيت الزيت كده على الفول، طبعا الشيء الطبيعي، وطحينه خام كده معلقه كبيره مليانه، وحبه الكمون ورشه الملح، وهنحط الليمون، هعصر الليمون كده زي ما انتم شايفين عليها، وهقلبها بقى تقليبا. ايوه تقليبا جيدا. بص قلبت الفول جامد قوي بكل اللي عليه دوت، وحطيت له سلطه انا كنت عاملاها خس وطماطم وفلفل وكده، بس كده. وقليت الطعميه زي ما انتم شايفين كده بالمعلقه، واديها كده وشكرا. زيت نضيف، وعارفه انا حاطه في ايه اهو زي ما انتم شايفين كده. قليت الطعميه بس كده، وهعمل بقى السندوتشات، وكلوا بقى سندوتشات. عملت لهم بقى بصراحة قالوا لي يا ماما احنا عايزين كده على طول. حطيت لهم الفول كده في السندوتشات، احسن من المطاعم واحسن من اللي بره والله. اهو شايفين المنظر الجميل ده، الطعمية بقى السخنة ومعاها السلطة ومعاها سلطة الطحينة خطيرة. مش لازم يعني كل يوم لحمة وفراخ يعني. يا رب يكون بقى عجبكم الفيديو على كده، ويكون عجبكم الأكلة الجميلة دي، وما تقوليش حاجة فيها. واقول لكم ايه، يلا بقى اقول لكم باي باي. باي باي، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. بصوا السندوتشات الخطيرة دي خطيرة بصراحة. باي باي.